اتضح إنه مؤثر إسلامي تاني طلع نصاب. والنهاردة هنتكلم عن ليلي جي. انتوا عارفين الأم الأسترالية الشقراء اللي أسلمت وبتحب تقنع الناس بجمال دينها؟ طلع بقى إنها تحت ستار إنها الإسلاموية المثالية، هي في الحقيقة فاسدة زيهم بالظبط. ودلوقتي لقت نفسها متورطة في شوية فضيحة، عشان واضح إن كل الفلوس اللي جمعتها للتبرعات مش رايحة في المكان اللي كنا متوقعينه. يعني يا للصدمة، مين كان ممكن يتوقع كده؟ واتضح إن الموضوع مش مجرد فضيحة، لكن ليلي جي وجوزها عندهم شوية سوابق في سرقة الفلوس، يعني بينصبوا على الناس. فهي عندها منصة ضخمة، مش بس بتخدع الشباب وتخليهم يصدقوا إنهم لازم ينضموا لأكبر عملية نصب في التاريخ، لكن كمان بتاخد فلوسهم فعلا. ولو ده مش كفاية، يوريك كل حاجة محتاج تعرفها عن المؤثرين الإسلاميين. أنا مش عارفة إيه اللي هيوريك. يلا ندخل في تفاصيل الفضيحة الحالية دي، لأنها كالعادة مثيرة. فعلا الموضوع بيتعب بعد شوية، مش كده؟ وكمان بقى ممل شوية ومش جديد. يلا بينا. الحمد لله، الافتتاح. أخيراً، الست الشقراء اللي بتبتسم بتستعرض بفخر الملجأ اللي بتقول إنها أسسته في أوغندا. رسلناهم وأديناهم هدوم جديدة، كل حاجة طفل محتاجها عشان يكبر فيه. بيئة إيجابية. وبيئة مليانة حب. لكن لو بصينا كويس هنلاقي إن الأمور مش زي ما باين. بص على الشباك اللي تحت، لافتة مؤسسة ليلي جي البارزة. في اللقطة دي الشباك اتحرك تماماً، وده دليل واضح إن المقطع ده مزيف. ABC News Verify ما قدرتش تلاقي أي مادة مستقلة بتأكد وجود دار الأيتام دي، أو تلاقي أي عاملين في مجال الإغاثة أو مسؤولين حكوميين في أوغندا يعرفوا عن المؤسسة دي. انتي بتقولي إن الست دي بتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبتخلي شكلها كأنها بتعتني بأيتام صغيرين في نيجيريا، وكل ده مزيف. يا مولاي، هما فعلا وصلوا التقية لمستوى تاني خالص. مش بس بيكذبوا لما بيتكشفوا، ده كمان بيخلقوا أكاذيب مزيفة ومحتوى مزيف. ده جنون فعلا. في المقطع ده اللي ليلي جي بتستعرض فيه بفخر عربية نقل وبتقول إنها بتوصل مساعدات لغزة، غلطة تانية. اللافتة بتومض فوق إيدها، وده دليل تاني على التزوير الرقمي. يعني هي كمان بتزور مساعدات غزة، وبتتظاهر إنها بتساعد أطفال سود صغار في نيجيريا، وبتتظاهر إنها بتدي حاجات لشعب غزة. وتفتكروا فلوس مين اللي بتاخدها عشان تعمل كده؟ فلوسك أنت، لأنك بتحاول تدعم وحدة شقرة لطيفة اعتنقت الإسلام، واللي باين عليها فعلا إنها بتعمل خير كبير في العالم. الثقة أساسية في الدافع الإنساني، وإساءة استخدامها حاجة صادمة فعلا. حتى لو كنت مسلم من يومك. ليلي جي اللي من كوينزلاند وثقت تحولها للإسلام عندها حوالي 3 مليون متابع على إنستغرام. هي طلبت منهم يتبرعوا لمؤسسة ليلي جي عن طريق موقعها الإلكتروني اللي تأسس السنة اللي فاتت. الكتابة الصغيرة على الموقع بتوضح إنها مش جمعية خيرية مسجلة فعلا، وبتوصف نفسها بدل كده إنها مؤسسة اجتماعية من الجيل الجديد وشركة لوجستيات إنسانية سريعة. دي مش حتى جمعية خيرية، كلكم بتتبرعوا ومش حتى بتاخدوا أي إعفاءات ضريبية. يعني إيه الهزار ده؟ دي مؤسسة اجتماعية من الجيل الجديد وشركة لوجستيات إنسانية سريعة. يعني ذكاء اصطناعي سريع بيولد صور مزيفة علشان ياخد فلوسكم فلوسكم فلوسكم، علشان ليلي تبقى أغنى وأشهر. والنرجسية يا جماعة، إمتى هنتعلم نعرفها من أول نظرة؟ لو مش مسجلين في ACNC دي علامة خطر على طول. ما تتبرعش الجمعيات خيرية مش مسجلة في ACNC. ABC News Verify كمان دققت في جائزة إنسانية المؤسسة أعلنت بفخر أن ليلي جي فازت بيها، لكن التحليل الرقمي بيبين أن الصور معمولة بالذكاء الاصطناعي والجائزة أصلاً مش موجودة. يا إلهي، دي بقت بتزور في الجوائز اللي بتاخدها دلوقتي. الست دي بتكذب عليكم. هو ده أجمل حاجة؟ هي بتاخد فلوسكم وبتروج لنفسها بصور مزيفة معمولة بالذكاء الاصطناعي. يعني هي مش محتاجة حتى تاخد جايزة. مفيش حد محتاج ياخد جوائز، بس الست دي محتاجة الاهتمام والتقدير بشكل فظيع لدرجة إنها بتكسب جوائز. يا ربي. ليلي جي والمؤسسة ما ردوش على طلبات التعليق الكثيرة،
بعد ما تبعتت الأسئلة، صفحات كتير فيها حاجات ABC سألت عنها، زي دار الأيتام في أوغندا والجائزة المزيفة، اتشالت من مواقع ليلي جي. يعني هي ما ردتش، ودلوقتي المحتوى اختفى فجأة كده من غير سبب للأسف. مع إنها عارفة إزاي تتلاعب بالإنترنت، لسه ما تعلمتش إن الإنترنت بيفتكر. ليلي جي، الإنترنت بيفتكر، وإحنا كمان هنفتكر. ده محدش هينسى الموضوع ده. والفيديو موثق يا بهيمة. مات مارتينو، أخبار ABC. يا إلهي، يا لها من قصة مجنونة، فعلا يا لها من قصة مجنونة. ضيف المقطع الصغير ده هنا. بعد ما سجلت الفيديو ده اكتشفت فعلا ان ليلي جي وجوزها عندهم تاريخ في سرقة الفلوس. طبعا اكيد في الحقيقة من حوالي 3 سنين سرقوا حوالي 70,000 دولار امريكي بره البلد. هما الاتنين خططوا وسرقوا الفلوس. شايفة في الصورة دي شعرها بني؟ فجأة بقت شقرة ومسلمة جديدة علشان محدش يقدر يربط بينهم. هي سرقت فلوس من ضحية صيني في تايلاند. يا للعار. مع بعض خططوا وسرقوا الفلوس. انا فعلا عندي تسجيل كاميرات المراقبة هنا علشان الناس تشوف الدليل، ولو اي حد عايز يشوف المقال اللي فيه الكلام ده طبعا وشوشهم متغطية، بس اساميهم فعلا موجودة في المقال ده، فمش عايز اسمع حد يقول نحسن الظن بيها او حاجة زي كده. كنت بس عايز اوضح ده قبل ما نبدأ الفيديو، ان هي فعلا عندها تاريخ في سرقة الفلوس. واو، بصوا هنا، ده في أول المقال يا جماعة. آسف، ما كنتش ببص على ده قبل كده. الموضوع مضحك. إحنا عندنا ليلي جين تحت هناك. الجو هنا برد جدا، مش قادر أتخيل حياتهم عاملة إزاي. هعمل نفسي إن الموضوع صعب قوي وهاخد فلوسك ومش هديهم أي حاجة تساعدهم مع البرد. يا ربي، يا لهوي على اللي بيحصل. كنت دايما عارفة كده. بصي، احنا كنا بنعمل فيديوهات عن ليلي جي عشان في حاجة فيها كانت دايما باينة إنها بتتلاعب ومريبة، ودلوقتي عرفنا إن كل الموضوع نصبة، وهي بتعمل كده تحت ستار الإسلام عشان محدش يهاجمها، لأنك مش عايز حد يشوفك عنصري، صح؟ يعني أظن دي شوية مقاطع جمعوا كده شوية، يا نهار أبيض، مقاطع لليلي جي. يلا نشوف عندنا إيه، يلا بينا. المؤثرة الأسترالية ليلي جي وشبكة التلاعب بالذكاء الاصطناعي المعقدة بتاعتها. مش ده مثير للاهتمام؟ هي اشتهرت أصلاً بسبب تلاعبها بالذكاء الاصطناعي، ودلوقتي عندها مشاكل كتير بسبب نفس الموضوع. يا للصدمة. تحبير: الفيديوهات اللي تحت دي مولدة أو محسنة بالذكاء الاصطناعي. أيوة، من ليلي جي. هم فعلاً بينبهوا الناس، فعلاً بينبهوك إن أشغله على ضعف السرعة. هم بيوروك إن فيديوهات لإلي جي اتعدلت بالذكاء الاصطناعي. يلا بينا نشوف الست الشقراء اللي عندها لكنة أسترالية. غريب فعلاً. غريب فعلا، غريب جدا. القصة دي مجنونة قوي. أنا فعلا مش مصدقة اللي بيحصل ده. مفيش حاجة هنا في غزة اسمها مخبز ليلي جي، تمام؟ قالوا لي إن مشاريعها مش واضحة، مشاريع بسيطة بس مش واضحة. هما مش عارفين مصدر الفلوس، وحتى بساطة المشاريع دي بتخلي بعض الناس هنا يشكوا إنك بتبعت فلوس لغزة، لضحايا غزة، والسيدة دي حتى مش بتبعت الحاجات دي. في ناس في غزة بيقولوا الحاجة دي مش موجودة. يا رب، المؤثرة الأسترالية على السوشيال ميديا ليلي جي اتورطت في فضيحة تلاعب بالذكاء الاصطناعي بعد تحقيق من ABC نيوز عن مؤسسة ليلي جي والمحتوى اللي بتنتجه على الإنترنت. دي الأخبار الكاذبة. ليلي اشتهرت لما وثقت رحلتها بعد ما اعتنقت الإسلام. التحقيق أثار تساؤلات جدية عن جمع التبرعات في المؤسسة وإزاي الفلوس اتصرفت، وكمان عن الاتهامات اللي تخص استخدام محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي. ليلي لسه ما ردتش علنا على الاتهامات دي. شوك شهكارة. دي حماري، خدي البقرة بتاعتي، خدي أي حاجة أرجوكي يا أختي تتجوزيني من قناة ABC. دي الBBC بتاعت أستراليا. يعني زي ما أنت عارف هم ميالين لليسار ومن جماعة الواك، بس لو هم اللي بيقولوا كده يبقى أكيد الموضوع صح. في شكوك جدية اتطرحت حوالين بعض الأعمال الخيرية بتاعت واحدة مؤثرة أسترالية بتدعي إنها بتقدم مساعدات في أماكن زي غزة والسودان. تحقيق من ABC News Verify كشف إن بعض المحتوى على السوشيال ميديا اللي ليه علاقة بمؤسسة ليلي جي معمول أو متعدل بالذكاء الاصطناعي. أنا حتى مش قادرة أوصف لكم قد إيه الموضوع ده مفرحني. إحنا كنا بنتفرج على ده وكنا بنقول الست دي مجنونة رسمي. هي فعلا مجنونة وبتكذب كذب واضح. وفي قاعدة يا جماعة، انتوا عارفين قاعدتي، لو كذبوا مرة هيكذبوا مليون مرة. ما ينفعش تثق في حد،
أول ما يكذب مرة الثقة بتتكسر، الثقة بتروح. هي كانت بتكذب عن دينها طول الوقت، حتى لو فعلا غيرته أو لو بس اكتشفت إنه حاجة مفيدة بتستغلها. إحنا ما عندناش فكرة إذا كانت فعلا مع الإسلام ولا لأ، ودلوقتي إحنا شايفين إنها بتكذب في حاجات تانية في حياتها. وبفكركم كلكم يا المتابعين الجداد على فكرة، أهلا بيكم في البوشباك بإطار الأسلمة. وانتوا كلكم عارفين أنا ليه بقولها بالطريقة دي، عشان ما يتحضرش الحساب. التقية هي واحدة من قواعدهم الدينية. التقية هي القاعدة اللي بتسمح لك تكذب عشان تحافظ على صورتك، ولو دينك بيشجع على الكذب يبقى هتشوف تلاعب وفساد في كل الجوانب، ومش هتقدر تثق في أي حاجة منهم. بسيطة وسهلة. وطبعا هنا ليلي جي بتثبت ده. يا سلام يا سلام يا سلام، دي غبية بنت وسخة. بينضم لينا دلوقتي مات مارتينو. مات، إيه تقدر تقول لنا أكتر عن ليلي جي؟ أنت كنت متابع القصة دي؟ فقبل ما نسمع مات، وبما ان الموضوع عن عمل خيري، دي كانت طريقتها في التلاعب بالناس. الحمد لله هي ورا، شفت كده؟ شفت كده؟ الحمد لله هي مسحت دمعتها المزيفة. حب. أنا رائعة جدا، ما عدا إنه المؤسسة بتاعي مش موجود كبرمجاس. شكرا لله. هي حسب الإرشادات. احنا بنشكر اللي جاب المية دي للمأوى ده، اللي ما فيهوش أي مصدر للمية غير المية اللي انتوا بتجيبوها لنا. شكرا يا يولوجو. شكرا ليلي جي. ليلي جي بتوفر المياه. مؤسسة ليلي جي. ده شكله بايظ يا جماعة. يا إلهي. TON. بصوا على ده تينو ION. مش عارف إذا كان ده حقيقي، ممكن ما يكونش حقيقي، بس بصوا على المسلمين دول، قلب. شكرا جزيلا على كلمة العرض بتاعتك Anonymous. ده تلاعب على مستوى تاني خالص يا جماعة، ده تلاعب على مستوى تاني خالص. في شاحنات مكتوب عليها مؤسسة ليليز داي. ده بالظبط نفس الطريقة اللي أندرو تيت خدع بيها المسلمين. ده بالظبط اللي هو عمله، وأظن كمان كان بيوزع صناديق على الأقل. فالنص بتاعه كان إنه كان بيخلي الناس بتوعه يصوروا ناس تانية وهم بيوزعوا علب أكل مجانية على أهل غزة، وبعدين الناس قالت إن هم وزعوا بس مية علبة أو حاجة زي كده عشان التصوير بس أنا مش متأكد. بس فعلا سهل جدا تضحك على الناس دي. لو انت نصاب ولو عندكش مشكلة تكذب على العالم كله، الفئة دي من الناس هتعمل أي حاجة لو بس وريتهم إنك بتحب الإسلام أو النبي محمد وخلاص. هيعملوا أي حاجة علشانك. بجد ده شيء يكسف، هيعملوا أي حاجة فعلا. والموضوع إن الناس دي اللي اكتشفوا الإنترنت واللي هم كذابين وبيحبوا يلفوا ويدوروا، الذكاء الاصطناعي بقى دلوقتي هو أحسن أداة ليهم. يعني يا جماعة اتبرعوا لمصادر موثوقة، ما تبقوش أغبياء. ده فعلا بيثبت لي إني كنت صح. مش قادرة أوصف لكم قد إيه الفيديو ده محسسني إني كنت صح. مش قادرة أستوعب النصب ده، حاسة إني كنت صح جدا. أنا بقالي كتير بفضحها، هي فعلا مجنونة. ممكن نتكلم عن الموضوع ده شوية؟ يعني إزاي في ناس ممكن تكون منحطة كده؟ انت مش بس بص على الناس دي ازاي بيعانوا، وبيعانوا بجد، وانت بتلعب على مشاعر الناس عشان معاناة الناس دي، وانت مش بتعمل اي حاجة عشان تساعدهم. انت بتاخد الفلوس اللي المفروض تروح للناس اللي بتقول انك مهتم بيهم، وانت بتاخدها لنفسك ومش بتساعدهم، وبتاخد الموارد من الناس اللي فعلا عايزين يساعدوهم. يعني ده شيء منحرف جدا، الموضوع سيء جدا. يا جماعة المسلمين بيقولوا يا تشاتشي ميكس. النهاردة من أكتر اللحظات الحزينة في حياتي، أخويا أوزي لسه توفى، وده الفريندز بتاعه. هو ده أخو حقيقي؟ حتى في أيامه الأخيرة عمره ما بطل يصلي ولا بطل يؤمن. مش هتحس قد إيه الحياة قصيرة غير لما يفوت الأوان. حضنوا عيلتكم طول ما انتوا لسه تقدروا. الهمني أعمل كده. هو ده أخو حقيقي؟ لو هو أخ حقيقي مش هسخر منه. كنت فاكرها بس بتقول يا أخي أويسي. لا أنا مش عارف إذا كان أخ حقيقي ولا لا، مش عارف. طيب على أي حال يلا نشوف الفيديو. هحاول أكون مراعي، ماشي؟
اخر رساله ليا السلام عليكم، لاني فعلا عارفه كفايه كده، انا عارفه ده من زمان والله. لأني محتاجك، لازم تعرف إنك لازم تعرف عشان ربنا. الراجل الغلبان ده عارف كان بيعبد الست دي اللي بتقوله انت أسطورة. الراجل الغلبان ضيع آخر أنفاسه على نصابة محتالة. مش باين عليه سن الأخ لو بتسأليني. فنان. أنا دايما هوقفك أبدا، شايف انتوا فعلا مش شاطرين فيه، احنا بنحرك جبال. يعني احنا بنفضي حسابات الناس في البنوك. عندي مسؤوليه كبيره دلوقتي اني احقق رغباته واعمل اكتر واساعد اكتر وادي اكتر. هو اداني الدافع اني ما اوقفش ابدا. اوزي كان شويه ما تبطلش أبدا تنصب على ناس. قريت اني اتشخص بسرطان عدواني في المرحله الرابعه من شهر واحد بس. جسمه تدهور بسرعه جدا، كان في اجازه في تايلاند وكل حاجه تغيرت في ليله وضحاها. اتنقل بسرعه على المستشفى واضطرينا نرتب له سياره اسعاف طبيه عشان يرجعوه البيت. طول الوقت اللي كان فيه في المستشفى كان بس بيدعي ويسمع قرآن. رغم كده القرآن ما ساعدوش. كان بس بيكرر نفس الجملة طول الوقت. مش قادر أصدق المؤثرة اللي وثقت تحولها للإسلام قدام 3 مليون متابع على إنستغرام. السنة اللي فاتت أسست مؤسسة باسمها وبتقول إنها بتوصل مساعدات لغزة وأوغندا والسودان وكمان أماكن تانية كتير. إحنا حققنا في بعض محتواها وخاصة فيديو معين بتدعي فيه إنها أسست دار أيتام في أوغندا. لقينا حاجات كتير. أنا قلت نيجيريا في بداية الفيديو، أنا أسفة، هي أوغندا. أدلة على تلاعب الذكاء الاصطناعي. واضح أنها حطت نفسها في أوغندا في دار الأيتام. بعد كده رحنا للحكومة الأوغندية وسألناهم إذا كانوا على علم أو إذا كان دار الأيتام مسجل عندهم. مفيش أي دليل على كده. وكمان سألنا العاملين في مجال الإغاثة أو منظمات الإغاثة اللي هناك إذا كانوا سمعوا عن المؤسسة دي ومحدش فيهم سمع عنها برضو. ده شيء سيء جدا. اسمعوا القاعدة دي يا جماعة، في شوية قواعد هنتعلمها من الموضوع ده، بس واحدة منهم هي إنه لو عندك ملايين المتابعين وقررت تكذب عليهم ممكن حد يكتشف الكذبة دي. أيوة 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 أيوة. ممكن يكون عندك متابع واحد من أوغندا يمكن يكتشف الموضوع. هم فعلا سخيفين جدا، بس هل احنا متفاجئين؟ لا، مش متفاجئين. هم فاكرين إنهم يقدروا يفلتوا من أي حاجة، وعشان كده في مقاومة هنا علشان نثبت إنهم مش هيقدروا. شكرا إنكم موجودين هنا، وشكرا على اهتمامكم بالموضوع ده.